لا بكاء ولا حزن، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه. الناس اللي بكت وزعلت والصور والاطفال اللي قاعده تبكي، المنتخب المغربي هو اللي طمعهم، المنتخب المغربي هو اللي طمعهم بأدائه ورجولته وحضوره، وكان الحلم كبيرا ان نلعب في النهائي، وعلى قدر الرجال الكبار تكون الاحلام الكبار. لكن المغرب كتب التاريخ فعليا، النهارده كمان قدم مباراة رائعة وكفاح رائع جدا، لكنها كرة قدم يا سادة، كرة قدم. في النهاية سيلعب أسود الأطلس بإذن الله على ميدالية في كأس العالم أمام كرواتيا، وأعتقد أكبر هدية لتلك الأمة ولهؤلاء المحبين والمشجعين والناس اللي بالملايين اللي رسمت على شفاهها ابتسامات أسود الأطلس، رسمت على شفاهها تلك الابتسامة، حقيقة من حقهم وحق هذا المنتخب وهذا الجيل أن يكملها بميدالية. لم نخسر اليوم، لم نخسر اليوم حقيقة، والله لم نخسر. اللي بيشوف اللي ما يعرفش الفرقتين ويتفرج، المغرب قدم مباراة كبيرة، كرة قدم يا سادة. هدف جه في الأول، غلطة هنا، خلصت المباراة. يعني المغرب ضيع أكتر من فرصة مؤكدة للتسجيل. أدى هذا الفريق كما لم يؤدي منتخب عربي أو إفريقي من قبل، هذه هي الحقيقة، نقطة ومن أول السطر. أول منتخب في التاريخ العربي والإفريقي في تاريخ كأس العالم يلعب 7 مباريات في كأس العالم. الحمد لله، الحمد لله. كان في أحلام كبيرة وكان في أمال كبيرة والناس كان نفسها تلعب النهائي، وهذا الحلم لم يكن بعيدا على المنتخب المغربي، لكنها كرة قدم، دي مش مباراة شطرنج. مع قليل من الهدوء سنعلم أنها كرة قدم. غلطة بتروح. كرة الهدف الثاني في فرنسا كان هدف ملعوب، لمسة في رجل لاعب من المغرب اتحولت اللي لسه نازل لقاها حطها، في حين ان المغرب اكتر من فرصة مؤكدة راحت. الحمد لله المغرب الحقيقة كتب التاريخ، وكتب هذا التاريخ بالدموع والعرق والإصرار والوحدة والتشجيع والدعاء، منظومة كبيرة جدا جدا. هذا الإنجاز ليس بالسهل، وكملته بإذن الله الميدالية، كملته بإذن الله الميدالية في ختام كأس العالم. البرونز هو ما ينتظره العشاق بعد أن يهدأوا، بعد أن يهدأوا. تحية للمنتخب المغربي وهارد لك. هكذا هي كرة القدم، مباراة فوق الرائعة، فريق مكافح للحظة الأخيرة، فريق لم يشعرك في لحظة أنه انهار، قادر على الوقوف على قدميه بعد مباريات عصيبة. المغرب ما وصلش الماتش ده بالساهل، المغرب خرج 3 مرشحين للقب، بلجيكا والبرتغال واسبانيا، 3 فرق معارك رهيبة. النهارده ماكرون ذهب خصيصا لقطر لمساندة فريقه امام المغرب. دي من الحاجات اللي كانت الناس معشمة نفسها جدا انه يرجع مكسور الخاطر، لكن الله غالب. فرنسا بالذات الفوز النهارده كان هيشعل فيها الاجواء، لان الجاليه المغربيه والجزائريه والعربيه جاليه كبيره جدا، وكان هتبقى في احتفالات صاخبه. لكن بعد الشكر لله، شكر المنتخب المغربي، لما تنظر بطريقه موضوعيه لهذا المنتخب ولهؤلاء اللاعبين، تجد قصه كفاح كبيره بلا اي مبالغات، بلا اي مبالغات. الانتصارات اللي اتحققت وراها قصة كفاح، حكيت لك جزء منها عن دور الأهل اللي هاجروا من المغرب، ودورهم في تربية أولادهم وإبقاء النزعة العربية والوطنية والدينية جواهم. المميز حقيقة في هذا الجيل أنه مكافح ويفتخر بالكفاح. في ناس بتسخر من أصولها، في ناس بتحب تتناساها وتستعر منها. اعتقد انها تستعر من اصولها اكثر
اكثر واقعية. لكن هذا الجيل مكافح ويفتخر بكفاحه ويفتخر بما فعله اهله عشانه. كلام بتاع المذيع البريطاني اللي استفز بعض الناس بتاع والدة اشرف حكيمي، والفيديو اللي عرضته لك والبعض كان يقصد الاهانة، هذا غير حقيقي على الاطلاق. ده في تقديرنا المتواضع. مفيش النظرة دي، والراجل كان متعاطي بشكل كبير. اشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان وريال مدريد السابق دائما يتفاخر بما فعلته عائلته من اجله. اسمع كلام اشرف حكيمي عن ابوه وامه كيف كافحوا وكيف كان من دونهم لم يسوى شيئا. ده كلامه هو. والدي كان بائع متجول ووالدتي كانت خادمة. شوف 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 هذا الجيل. اشرف مثال لهذا الجيل المكافح. اعترف الجناح الدولي المغربي اشرف حكيمي بان والدته كانت تخدم في الفنازل قبل سنوات قليلة لتمويله بالاموال اللازمة للتدريب وممارسة كرة القدم باحترافية، مؤكدا ان مساعدة والدته ووالده كان السبب الرئيس بعد الله عز وجل فيما وصل اليه من نجومية وشهرة. قال اشرف حكيمي: لا اخجل ابدا من التحدث عن الماضي الخاص بي وباسرتي وماضي اسرتك، وكفاحهم شرف وقلادة تضعها على صدرك ونضعها على صدرنا، تضاعف قيمة الانجاز، تضاعف قيمة الانجاز ولا تقلل منه. والله على ما نقول شهيد. والدي كان بائعا متجولا ووالدتي كانت تعمل خادمة. لقد تعذبا كثيرا من أجلي، وكان يضحيان لكي أتدرب وأمارس كرة القدم. المشهد اللي في كأس العالم ده مشهد وراه عديد من قصص الكفاح، قد يعلمها البعض وقد لا يعلم البعض. أغلب تلك القصص يعلمها ربك. تسبب العمل الشاق لأبويا وأمي في وصولي إلى أكاديمية ريال مدريد، يتدرج بعدها ويلعب للفريق الأول اللي توج معاه بلقب دوري أبطال أوروبا. نادر جدا نادر جدا لما تلاقي هذا اللي هو إنسان متصالح جدا مع حكايته ويشعر بالفخر. نادر جدا لما تلاقي حد بيتكلم عن أهله ذو الأصول البسيطة بتلك الطريقة ولا يهمه حد ويتفاخر، وده شيء يدعو للفخر لهذا الفريق اللي فيه أكتر من أشرف حكيمي. هذا الفريق وصل لهذا المكان بقصة كفاح. ده الدرس اللي لازم نعرفه، وأننا قادرون. هذا الفريق هيلعب على ميدالية. الناس اللي زعلانة وبتبكي الآن زعلانة وبتبكي لأنها كانت مؤمنة بالله ومؤمنة بالقدرات اللي موجودة عند هذا الفريق إنه يستطيع إنه يلعب النهائي. لكن الله غالب، على زي ما بيقولوا التوانسه، صح عليهم. هنعمل ايه؟ اشرف حكيمي اللي اسرته ظهرت معاه لقناه ريال مدريد ليحكوا عن قصه الكفاح بكل فخر. حاجه نادره ومحترمه، وتدعو ان نرفع جميعنا رؤوسنا للسماء. ان هؤلاء رجال يفتخروا باصولهم. اشرف حكيمي مجرد مثال. تحية لأشرف حكيمي وتحية لتلك العائلة التي تشعرنا بالفخر، اللي يفخر بقصة كفاحه والآلام اللي خاضها والمصاعب. هذا يدعو للفخر. النجاح مش اعتباطا ولا يأتي صدفة أبدا، والحظ لا يصادف إلا أهله. وهذا الفريق لم تكن رمية بغير رامي. بتحصل ناس بتكسب ماتشات ما كانش حد متوقعها، بتحصل. لكن هذه الملحمة التي عزفت في كأس العالم من المنتخب المغربي لم تكن رمية بغير رامية وضربة حظ. لا 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 لا. حكيمي صاحب هذه اللقطة الشهيرة مع أمه واحتفالها معاه بالفوز، هذه اللقطة التي جابت العالم. والله شفت مذيع، للأسف أحيانا الواحد ضيع منه لقطات، مذيع مش عارف ألماني ولا إنجليزي، كان بيتحدث عن هذه القصص الملهمة، وقال لهم لما نصل محتاجين نتعلم الدرس من المغاربة.
لما نقدر ابائنا وامهاتنا وما نحطهمش في بيوت المسنين وبيوت كبار السن ونرميهم الرمية دي، لما نعتز باهالينا بهذا الشكل هنكون على الطريق الصحيح. اتعلموا من المغاربة. قال كده بمنتهى الصراحة في حديث شفته من يومين. حكيمي ما كانش الوحيد في القصص الملهمة، قصة النجاح الكبيرة اللي عملها المغاربة. ارفعوا راسكم والله، اللي عملته المغرب يدعو للفخر. حكيم زياش لاعب تشيلسي صاحب الجنسية الهولندية واللي فضل منتخب المغرب عن هولندا، أثار ضجة كبيرة جدا في هولندا لما قال جملته الشهيرة: قلبي هو من اختار، وعندما اختار المغرب. You played for the Netherlands at youth level and then opted for Morocco. Why Morocco, not Netherlands? Because my heart told me to choose for Morocco. Your heart. My heart. كل قدر ربك خير مهما بدا عكس هذا. عشان كده دايما بننصح أنفسنا قبل أي حد بخواتيم سورة الكهف. اللي يقرأ خواتيم سورة الكهف ويتدبر فيها جيدا ويؤمن بيها ويقرر هذا الإيمان في ضميره ما يزعلش من حاجة أبدا أبدا أبدا. كل قدر ربك خير. اللي حصل النهارده قمة الخير. تسألني ازاي؟ معرفش، لكن هكذا حكم ربك ان قدره كله خير. قصة سيدنا موسى مع الخضر، سيدنا الخضر في خواتيم سورة الكهف تقول لك ان مهما بلغ علمك حتى لو كنت نبي مرسل زي سيدنا موسى عمرك ما تعرف الخير الكامن في قلب ما تظنه شرا. اتكلمنا عن ده بالتفصيل كثيرا، مش عايز اعيد الكلام. قصة السفينة وقصة الولد اللي قتله سيدنا الخضر والجدار، كل قصة حقيقة يعني ملهمة. اللي حصل النهارده خير حقيقي. أشرف كان ليه قصة كفاح كبيرة وتفاخر بماضيه وبدور أمه. حكيم زياش أنا آسف تفاخر بقصة كفاحه وتفاخر بماضيه ودور أمه في إنقاذه من شرب المخدرات والخمر بعد ما أبوه مات وهو سنه 10 سنين. إزاي كان في طريق الضياع؟ بقول لك عشرات القصص الملهمة ضمن المشهد اللي انت بتشوفه. 11 لاعب ولا 19 ولا 20 لاعب وراهم عشرات القصص وعشرات قصص الكفاح. حكيم زياش تفاخر باللي عملته امه واللي ربنا سخرها لتنقذه من طريق ما لوش رجعه. انا عنده 10 سنين وازاي ساهمت والدة حكيم زياش في نقله من طريق الضياع واصبح في هذا الطريق بفضل الله اللي يشار لي بالبنان. ولما حصل على جايزة افضل لاعب في هولندا وخد الحذاء الذهبي اللي اديته له جريدة دي تلجراف الهولندية وقت ما كان بيلعب في اياكس، اهدى الجائزة لامه بهذا المشهد اللي كان حديث الاعلام الهولندي. Ik heb vanavond de prijs gewonnen, maar eigenlijk is die voor haar. Dank jullie wel. بقول لك قصة كفاح كبيرة. الحكاية ليست كرة القدم. شوف كمية الدروس والعبر اللي طلعت. شوف ولاد صغيرين ملايين من أبنائنا فيهم الابن اللي متضايق من أهله متضايق من تعليماتهم لما بيشوف دايما انه هذا اللعيب اللي العشرات مئات الالوف من العيال بتبقى نفسها تصل زي حكيم زياش. شوفوا ازاي بيعامل امه. كل دي دروس. الناس لما بتصل لتلك المكانة العبء عليهم بيكون كبير لانه ربنا بيضعه في مكان اختباره كبير وعلى قدر هذا المكان بيأتي الاختبار. تشوف كل الناس بصالك فشوف كم طفل لما شاف كده قال لا لازم اكلم امي كويس، لا انا رديت على امي وحش وبتاع. كم واحد مستعر من اصول اهله البسيطه لما شاف هؤلاء قال لك يعني وهم مش احسن مني، يعني مش احسن مني. شوف ربنا جعل تلك القصص سبب لتغيير فكر وطريقه وحياه
اشخاص ممكن ما نعرفهمش خالص وتعدي الحياة من غير ما نعرفهم، لكن تلك المشاهد ممكن تكون درس لتغيير حياتهم. حكيم لم يتنصل لا من ايام الشقاوة ولا من ايام الضنك. الراجل كان بيحكي قصة كفاحه ويشكر الله ويشكر كل من وقف معه لحد ما بقى حكيم زياش. لحد ما بقى حكيم زياش. فتحية لحكيم، وتحية حكيم زياش، وتحية لأشرف، وتحية لرفقائهم، وتحية للمدير الفني الوطني اللي عملوا قصة الكفاح الملهمة. مبروك على المغرب ويستحقوا كل التهنئة. أكفكف دموعك يا عربي أو يا مغربي، فالميدالية بإذن الله قادمة.